تعالوا نعمل مع بعض النهاردة كب كيك لولادنا كده للفطار، أو في أي وقت ياخدوه رايحين المدرسة، نازلين درس كده. يتاكل في أي وقت مع كوباية شاي، بدل ما دلوقتي الكيس الكب كيك بقى دلوقتي عينات حاجات صغيرة جدا، والكيس تقريبا بقى ب10 جنيه. طب ما احنا ممكن نعمل كمية حلوة قوي بتكلفة أقل وأنضف وأحلى من بره كمان. آه، يلا بينا نشوف هنعمل كل الكمية دي ازاي بالمقادير قليلة. بس أول ما نبدأ، قبل ما نبدأ الفيديو، نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. معايا هنا 6 بيضات وكوباية ونص من السكر. طبعا هتقولي كل ده وكمان مقادير بسيطة واقتصادية، لا أنا عاملة هنا 3 مقدار، 3 يعني أضعاف المقدار 3. وهنا حطيت كوباية ونص من كوبايتين من الزيت، كوبايتين وربع من الزيت. المفروض ان انا هعمل المقدار اللي هتعمليه كوبايه بيضتين، ومعاكي كوبايه الا ربع زيت، تلات ارباع زيت، وتلات ارباع من من اللبن، ونص كوبايه من السكر. تمام كده. آه، هقلبهم كلهم كويس جدا في بولة او في طبق كبير، وهضرب كل المكونات دي كويس جدا. طبعا بضرب السكر مع البيض الاول لغايه ما السكر يختفي. لو انتي مش عايزه تعمليه في الخلاط او بالهاند بلندر او في الكبه يتعمل كده عادي. انا طبعا عملته، كنت ممكن اعمله في الكبه، لكن قلت لسه ممكن في ناس ما بقاش عندها، فعملته بايدي كده سهل جدا ومش محتاج اي حاجه. المهم يبقى السكر معاكي ناعم علشان ما ياخدش معاكي جهد ومجهود كبير على ما تدوبي السكر. قلبت كل دول كويس مع بعض، السكر مع البيض، وحطيت الفانيليا، وبعد كده حطينا اللبن. هيبقى بيضتين ونص كوباية سكر، وتلات ارباع من اللبن، وتلات ارباع من الزيت. خلي بالك انا هنا مضاعفه الكميه. هيبقى معاكي كوبايه وربع من الدقيق، ومعاكي آه معلقه من البيكنج باودر ممسوحه. انا هنا مضاعفه الكميه، ملكيش دعوه بالكميه اللي انا عاملاها. انا هنا عامله شويه كتار كده، كميه كبيره. آه وحطيت طبعا الدقيق ضعفته. يبقى انت تحطي بيضتين، نص كوبايه سكر، تلات ارباع كوبايه لبن، تلات ارباع كوبايه زيت، ويكون معاكي زيت كويس آه علشان طبعا يخلي ريحة الكب حلو. بلاش زيت التموين، ولو ما عندكيش وهتحطي زيت التموين حطي، مش هيبقى حلو، مش هيبقى قصدي يعني مش هيبقى وحش، هيبقى طبعا طعمه حلو. بس كتري بقى، حطي فانيليا علشان طبعا الفانيليا تضيع طعم ريحة البيض والزيت. انا هنا جبت القوالب السيليكون، وهحط فيها الورق بتاع الكب كيك هنا. وابتدي حطيت الخليط بقى، قسمته نصه في الديسبنسر بينزل معايا السائل بتاع الكيك على طول، بدل ما اخد بمعلقه. ولو ما عندكيش ممكن تحطي في شفشه او حاجه كده ليها بوس، وتنزلي في الورق ونملى. ما نملاش طبعا الورق كله، لازم يبقى ايه نصه او تلات ارباعه، علشان تدي مساحة للكب كيك لما يعلى. وانا هنا خدت نص الكمية، وضفت 2 من الباكت الكيس النسكويك علشان ما كانش عندي كاكاو كتير، وكان عندي كمان كاكاو فاتح. حطيت كده معلقة ونص، وحطيت كيسين من نسكويك عشان يدي طعم الشوكولاتة. وحطيت برضو هنا في القالب الورق بتاع الكب كيك، وابتدي انزل. مش همل طبعا الورق لغاية الاخر علشان انتي مساحة لارتفاع الكيك لما يستوي. وعندك بقى شوكولاتة، ممكن تحطي شوكولاتة. ما عندكيش ممكن شوكولات شيبس، انا حطيت هنا شوكولات شيبس عشان يدي كده طعم حلو وشكل جميل. ودخلته الفرن طبعا على درجة حرارة 180. قعد حوالي تلت ساعة، وطلع بقى بالشكل ده. الكمية طبعا كتير، حاولت أعمل معايا حوالي 60 واحدة من الكب كيك. بس طبعا أنا اديت، كان نور كانت نازلة رايحة الدرس، خدت معاها وهي رايحة، لأن هي اللي كانت فعلا طالباه. فأنا زودته عشان لو احتاجنا بالليل في أي وقت يبقوا محتاجين قاعدين بيذاكروا مع كوباية شاي، كوباية نسكافيه، يبقى عندهم حاجة كويسة حلوة ياكلوها. ادي كده عملنا كده كب كيك. لو لسه مكمله معايا لغايه دلوقتي في الفيديو، اتمنى لو الفيديو عجبك اتمنى تعملي لايك للفيديو، وتشتركي في القناه، وتفعلي الجرس للكل عشان ان شاء الله يوصلك كل جديد. وطبعا لو انت لسه جديده هتكوني نورتيني في قناتي،
واتمنى طبعا الفيديو يكون عجبك وما يكونش ضيفه تقيله عليكي. انا بوريك هنا الكب كيك هش جدا وقطني زي ما انتم شايفين شكله عامل ازاي. طبعا انتوا عارفين لما بنجيب الكيس ولادنا بيشتروه الكب كيك من بره بيبقى عينات صغيره جدا. شوفي الكب كيك الواحده قد ايه، حجمها حلو جدا، يعني ممكن كمان تكفي كل واحد ياخد قطعه واحده او اتنين. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو مع الف سلامه.